في ظل سياسة ماكرون الماكر واتهامات البرلمان الأوروبي للمغرب بالتجسس على الصحفيين عبر البرنامج بيكاسوس، خرج اتحاد الصحفيين العرب الأربعاء في بيان رافض لاتهامات البرلمان الأوروبي للمغرب دون أدلة. وقال الاتحاد في هذا البيان إن البرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية التي تتهم المغرب عجزت عن إثبات ذلك بالدليل والحجة القاطعة تقنيا، وظل الأمر مجرد ادعاءات لا أساس علمي لها. وأعرب عن استغرابه لقرارات القضاء الفرنسي الذي يرفض حق المغرب باللجوء إلى المحاكم الفرنسية للمطالبة بتقديم حجج وأدلة على الاتهامات التي وجهتها منظمات غير حكومية، لافتا إلى أن المحاكم الفرنسية قبلت النظر في الشكايات التي رفعها صحفيو فرنسيون ضد المغرب بدعوى أنهم تعرضوا للتجسس على هواتفهم دون تقديم أي خبرة تقنية مستقلة على هذه الادعاءات. كذلك استنكر الاتحاد موقف البرلمان الأوروبي الذي يرفض النظر في التقارير والدراسات والأبحاث التي قام بها خبراء من مختلف الجنسيات، وتؤكد افتقاد الادعاءات التي أسس عليها مواقفه ضد المغرب. وانتقد عدم إتاحة الفرص للمغرب لتقديم حججه والدفاع عن براءته، حيث تم اتخاذ قرارات ضده بناء على حملة تقودها دولة أوروبية بهدف الضغط السياسي والدبلوماسي على المملكة المغربية وفق البيان.